الذي لابد أن نبعث له التحية أيضا هو السيد ضاحي خلفان مدير شرطة دبي، الذي بعثت وزارة الخارجية بتستفسر. أنا بقول لوزارة الخارجية طول عمرك زي ما أنت هتفضلي فاشلة. نعم، هتفضلي فاشلة. الراجل ما قالش حاجة، الراجل تساءل سؤال، قال عايزين نعرف من الدكتور محمد مرسي بعد ما نجح في انتخابات رئاسة الجمهورية ازاي هيحرر القدس. الصحفيين بقى نقلوا كلام غلط، عملوا افتاءات. بدل ما تطلع وتعلن بيان، ارفع سماعة التليفون، كلم ضاحي خلفان، اسأله هيقول لك. انما هل انت وزارة للخارجية يعني وزارة دبلوماسية ام وزارة لافتعال الازمات؟ ولا انت عارف ان دولة الامارات العربية المتحدة ليست من الدول التي تشجع الاخوان المسلمين، فحبيت تفرض الولاء والطاعة للاخوان المسلمين فبعدت تسأل ضاحي خلفان. ما تستعجلوش كده يا اخوان. لا ده الكل دلوقتي مجلس الشعب قعد 4 شهور بالظبط. ما تستعجلوش. مجلس الشعب أقيمت مراسمه وأقيمت انتخاباته وأقيمت كل إجراءاته كما أقيمت حفلات تنصيب الرئاسة بالظبط، وقعد 4 شهور. يعني مش عايزين نستعجل، بالراحة، لأن هذا المنصب منصب سياسي. منصب رئيس الجمهورية ده منصب سياسي، والمجلس التشريعي عضويته عضوية سياسية. نعم. وليست قضائية. يعني أنا مش رجل قضاء، يعني أنا رجل سياسي، فأصبحت نائبا عن الشعب وغيري. فهناك فرق عندما أتبوأ منصبا سياسيا ولا أستطيع أن أقود قطار العمل السياسي فبقع من على القضيب. أكيد. زي ما وقع من على القضيب مجلس الشعب.